ازاي تعملي كفتة الفراخ بمنتهى السهولة؟ طبعا كلنا عارفين ان اللحمة غالية جدا. نعمل كفتة الفراخ هتبقى احسن من كفتة الضاني بالظبط. شايفيني؟ اظن الصورة هي اللي بتتكلم، شكلها كده يفتح النفس. يلا بينا، بس قبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل خلق اجمعين. السلام عليكم محترمي اليوتيوب، لايك وشير وسبسكرايب الوصفة المميزة. اتمنى تحطوا لايك الفيديو، واللي ما اشتركش يشترك في القناة ويدفع على زر الجرس علشان كل ما انزل فيديو يوصلك اشعار بيه. وأتمنى أن تشارك الفيديو ده بين أصدقائكم علشان تعمل فائدة للجميع. ويلا بينا على المقادير السهلة البسيطة اللي هتقومي تعمليها حالا. طبعا كلنا عارفين رمضان على الأبواب، وكل يوم بقى عايز أكل كده يعني دبكة شوية كده. فهنعمل كفتة الفراخ، تقدري تعمليها بمنتهى السهولة وحاجة سهلة وبسيطة، وطبعا بتبقى طعمها زي الفل ومش بتفك معاكي أبدا. مبدئيا كده في المقادير معانا 3 معالق كبار من البقسماط. بقسماط يا جماعة اللي هو فتات الخبز اللي مش عارفه. معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة من بابريكا، معلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة من الفلفل، نص معلقة مساح صغيرة ملح. معانا بصلية صغيرة كده احنا بشرينها وعصرينها من المية بتاعتها، ومعانا 4 فصوص من التوم، ومعانا بقدونس. طبعا مش هنحط البقدونس ده كله، هناخد منه معلقتين كبار. طبعا احنا فارمين دلوقتي الفراخ اهو، ده كيلو من الفراخ. حابة لو انت هتفرمي فراخ صدور يبقى هتحطي عليها 200 جرام من الدهن. يعني هتفرمي وراك مفيش مشكلة خالص، الوراك بتبقى اصلا فيها دهون، مفيش مشكلة، ممكن ما تحطيش دهن. لكن لو صدور يبقى لازم تحطي 200 جرام من الدهن، طبعا علشان الصدور بتبقى ناشفة، علشان الكفتة تبقى ايه طرية معاكي وطعمها حلو. بعد كده هنحط المقادير كلها على الفراخ زي ما انت شايفة كده، وابدأ يعني اعجنها كويس قوي. طيب بعد ما نعجنها كويس ونقلبها كويس قوي، لازم تمر تاني على الكبة تفرميها تاني علشان المقادير كلها، المكونات كلها تندمج في بعضها. لما بتندمج في بعضها كده يا جماعة يعني ايه، ما بتفكش منك، بتقفش مع بعضها كده وما بتفكش منك. انا بقول لكم ما تنسينيش في اللايك، يا ريت تكوني حطيتي لايك. زي ما انت شايفه تقلبها تقليبه واخدها تاني على الكبة، علشان كل المقادير بتاعتنا والبقسماط والبيكنج باودر هو اللي بيقفشها يا جماعة. البيكنج باودر هي اللي خليها ما بتحلش. طبعا هي بتبقى طرية شوية، مش زي اللحمة اللي هي بتاع الجزار، يعني بتبقى طرية شوية بس من بين ايدنا كده. وبعدين هنصبعها معاكم منتهى السهولة. نسيت اقول لكم مية البصلة اللي انا وريتها لكم دي، انا ما رميتهاش، انا محتفظة بيها علشان هقول لك هنعمل بيها ايه دلوقتي. وبعد ما فرمناها دلوقتي انا وديتها على الكبة، فرمتها كويس قوي، عملت شوية قبل ما يعني قبل ما اوريكم، سبت لكم بقى شوية كده اعملها معاكم. دي مية البصل يا جماعة اللي أنا قلت لكم عليها، مية البصلة ما رميتهاش. حاطة عليها معلقة، نص معلقة صغيرة من بابريكا، على معلقة زيت، وببدأ أبل إيدي وأصبع زي ما انت شايفة كده أهو. شايفين؟ أظن شكلها كده تحفة بصراحة، سهلة جدا فوق ما تتخيلي، وطعمها فوق الوصف. تخيلي إن انت ممكن ما تفرقهاش عن كفتة اللحمة، يعني انت ممكن تاكليها كده ما تعرفيش ان دي كفتة فراخ. طبعا احنا البابريكا مديها لون اكنها لحمة حمرا بالظبط، ما تعرفيش ان هي فراخ ولا لحم. شايفة؟ في الوقت ده انا جايبه صينيه وحاطه الشبكه فوق الصينيه، طبعا علشان ان انا هدخلها الفرن. في الوقت ده انا شغاله الفرن على اعلى درجه حراره عندك. ما تدخلهاش الفرن اذا الفرن يكون سخن، هتقعد تلت ساعه بالظبط. يعني انا هنحطها كده الصينيه زي ما هي كده تلت ساعه على اعلى درجه حراره. وبعد كده بعد التلت ساعه ببدا اقلبها على الوجه التاني، واقلبها معاكم برضو واوريكي شكلها ايه، مش بتحل منك، بتقفش وتبقى زي الفل كمان. اهو بابل عادي بالسيخ واصبعها عليه بمنتهى السهولة. حابة تكبري الصباع تصغري، ده بتاعك انتي بقى. في الوقت ده هجيب شوية مية، هجيب السيخ بقى ايه، اعمل شوية شغل كده شوية يعني ايه شكل حلو كده. ده طبعا ممكن ما تعملوهوش، يعني طبعا انا بعمله علشان الشكل بس مش اكتر. بعد ما خلصت كل الكمية ما شاء الله، حاجة بصراحة تفتح النفس. طيب هجيب كوباية مية واحطها في الصينية دي، علشان الكفتة لما بتنزل السوائل بتاعتها ما تعوصليش الصينية، وما يعني الصينية تنغسل معايا بمنتهى السهولة. بعد كده دخلت الفرن اهو، شايفين؟ انا بوريك اهو. بدأت ايه مرة عليها دلوقتي تلت ساعة، عايزة اقلبها اهو. بتنقلب اهو، ولا حلت ولا اي حاجة خالص، ولا انهرت ولا اي حاجة. موضوع سهل جدا، هتعمليها هتنجح معاكي من اول مرة اهو. دلوقتي طبعا الفرن سخن وانا مش قادرة اقلب، فهطلعها بره خالص، وبعد كده هبدأ اقلبها وبعدين ارجعها الفرن تاني. هيد عليها بقى الشواية، شايفين؟ شايفين ما شاء الله، يعني لا فكت ولا اي حاجة خالص، الكفتة زي الفل معانا.
أنا باقلّبها كده وهارجع تاني أدخّلها إيدي عليها الشواية يعني 5 دقايق كده وخلاص ما فيش أكتر من كده، هي بالفعل استوت، كان مَر عليها تِلت ساعة على أعلى درجة حرارة في الفرن، كده استوت، ما فيهاش أي مشكلة خالص، أهو باقلّبها وارجع إيه أشيل الشواية عليها وبعد ما خرجت ده كان شكلها. يالّا بقى بالهنا والشفا اللي ياكل حاجة فعلًا بصراحة تحفة. أنا قُلت لِك لو أنتِ مش عارفة إن هي فراخ لو أنتِ مش عاملاها يعني، هتقولي إن هي لحمة بالضبط، لإن طبعًا واخدة لون اللحمة من اللون البابريكا. مستنية منِّك comment لمّا تعمليها وتقولي لي رأيِك فيها، إن شاء الله هتعجبِك من أول مرّة وهتعمليها على طول. شايفين؟ هافتح واحدة معاكم كده أورّيكم شكلها عامل إزاي من جوّه، شايفين عاملة إزاي؟ أنا باهزّها كده عشان أقول لكم إن هي إيه، مش بتتقطع خالص، بتمُط كده، يعني فيها مَطّة أكنّها كفتة ضاني بالضبط. وأسيبكم في رعاية الله وأمانه، انتظروني إن شاء الله في فيديو جديد، وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.